احنا مش ضد الناس بتوع الاولد سكول، ولكن في حاجات كارثيه كانت بتحصل. ده برضو بالنسبه للتمرين ده عشان احنا نحاول نفهم الحركات المفصليه اللي بتحصل اللي بناء عليها نقدر نقول مين العضله اللي شغاله. اللاتس شغاله، اللونج هيد بتاعت الترايسبس شغاله، الصدر بيشتغل في جزء من المدى الحركي. لكن ما ينفعش ان احنا نيجي نقول انا بلعب التمرين ده للصدر، تلعب عالي في واطي دمبل بريس دمبل بعد كده اخش بقى فنش بالبولوفر، صح ولا لا؟ اولد سكول كلنا كنا بنلعب كده، ولكن مع الوقت تكتشف ان هي اصلا لاتس، وان هي نفس الحركه دي. سبحان الله، تلاقيك ان انت في يوم الظهر بتلعب الكيبل بولوفر. طب هي مش نفس الحركه؟ نفس الحركه المفصليه، ولكن هي دي الفكره. احنا مش ضد الناس بتوع الاولد سكول، ولكن في حاجات كارثيه كانت بتحصل، حاجات بتسبب اصابه او حاجات بتخليك ان انت كبروجرام ديزاين انت بتتمرن ظهر وانت فاكر صدر، تتمرن رجل وانت فاكر ظهر. زي مثلا لما احنا بنيجي نلعب الباك اكستنشن، ما هو في حاجات كارثيه كانت بتحصل عشان انت بتعمل حركات مفصليه غلط، او بتروح على جهاز تلعب عضله ثانيه وانت فاكرها عضله ثانيه خالص. لكن ده مش معناه ان كل ما هو في الاولد سكول ان هو غلط، لان الناس دي في الاول وفي الاخر عملت عضلات، ولكن عملت اصابات اكتر. يعني برضه خد بالك ليه برضه الاولد سكول فيه حاجات وفيها مشاكل كتير، لان اغلبيه الناس اللي راحت الجيمات نصها جالها اصابه. كله يقول لك انا كتفي بيوجعني. انت تتمرن جيم عنده كتف او ركبه او ماشي بمشكله في الفقرات، ما هو دي برضه ناتج الاولد سكول، ان هو بيعتل في التمرين وبيعمل حاجات غلط. زي مثلا تمرين السيتي دروز لما يبدا ان هو يروح كده، التمارين اللي كلها بيعملها برضه مفاصل تانية بتجوين في الاكسرسايز وهي برضه غلط.